تأملت هذه السورة ووجدت أن الله في آخر هذه السورة يقول: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا. انتهت القصة عند لبثوا. انتقل الحديث بعدها: له غيب السماوات والأرض إلى آخره، صفات الله تعالى. وفي بداية القصة يقول تعالى: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أيضا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق. هنا بدأت القصة. قل سبحان الله، أصحاب الكهف لبثوا 309 سنوات، والقصة تبدأ بلبثوا وتنتهي بلبثوا، فكم هو عدد الكلمات؟ وكانت المفاجأة، قمت بعد كلمات السورة أو القصة من لبثوا الأولى إلى لبثوا الأخيرة، وكان الرقم 309 كلمات بعدد السنوات التي لبثها أصحاب الكهف. سبحان الله. وأثناء العد عندما وصلت لقوله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300، كان رقم هذه الكلمة 300. سبحان الله. بالله عليكم، هل يمكن لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يؤلف لنا قصة ويضبطها بهذا الشكل البلاغي الرائع، ويأتي عدد الكلمات من لبثوا إلى لبثوا يساوي 309 ما لبثه أصحاب الكهف؟ إن هذه المعجزة ترد على كل ملحد يدعي أن هذا القرآن كتاب بشر.